اهلا بيكم وتنبيه مهم لكل الناس اللي هي بتتكلم على شوية الاسكان الاجتماعي. طلعنا واتكلمنا وشرحنا كل الناس اللي هي بتسأل: هو يا جماعة ده واحد يقول لي يا فندم انا عايزك تقدم لي وهبعت لك رسوم التقديم واروح ادفع في البوسطة. يا فندم مفيش الكلام ده خالص. حتى الآن كلها اعلانات. الهدف من الاساسي ان الناس تستعد، فانت خليك مستعد. لسه حتى الان لم يتم طرح شقق اسكان اجتماعي، لان طرح الشقق والاعلان الجديد ليه مواصفات. ايه هي المواصفات؟ ان يتم الاعلان عن يوم بدء طرح كراسات الشروط. ده لسه ما تمش. يتم طرح الاسعار، يتم طرح الاماكن، يتم طرح الشروط، يتم طرح الاوراق. الشروط والاوراق ممكن تبقى هي نفس اللي احنا قلناها قبل كده، او بيختلف حاجه بسيطه في الدخل او حاجات زي كده. ولكن في ميعاد طرح كراسه الشروط الرسمي لسه. اللي نزل قبل كده دي كراسه مطورين. طب بعض الحاجات اللي نخلي بالنا كلنا ما ننسقش. مشكله يا جماعه ان في ناس بقى اكل عيشها موضوع انها تتكلم على مشروعات الاسكان، فهو لازم يطلع كل شويه يتكلم لان هو ده شغله الرئيسي. فبالتالي ده اللي ممكن يحاول يخترع موضوعات الناس ممكن يحصل لها لبس. لا، هو ممكن يعمل لك حلقات بقى توضيحيه وكلام وبتاع، ماشي. ولكن الاعلان الرسمي وبدايه التقديم له خطوات وله سمات وصفات. فاحنا عايزكم تكونوا بدل بتتابعوني لازم يكون عندكم الرؤية الكاملة والصورة الواضحة لكل اللي جاي ان شاء الله. نتوقع ان الفترة اللي جاية هيتم طرح اعلان شقق اسكان اجتماعي، ده شيء مؤكد. الميعاد امتى؟ هل حد يعرف؟ حتى الان محدش يعرف، ولا حد في وزارة الاسكان يعرف، ولا حد في صندوق الاسكاني الاجتماعي يعرف، ولا اي حد يعرف. فاي حد هيطلع يفتي ويقول ميعاد ده بيفتي. ولكن هيتم الاعلان عن الميعاد المظبوط. هيطلع كده سيد وزيرة الاسكان والسيده مي عبد الحميد ويطلعوا يقولوا ايه: يا جماعه اليوم الفلاني هو ميعاد طرح كراسه شروط الاسكان الاجتماعي على الموقع او في اي مكان. هنعرف كل التفاصيل وكل الشروط والاسعار والاماكن وطريقه التقديم. كل ده مش شطاره مني ان انا اطلع افتي واقول اي كلام. لا، طب ما في حاجات احنا ممكن نطلع نتكلم فيها. الشروط ممكن نطلع نتكلم فيها، الاوراق المطلوبه ممكن نطلع. لكن امتى بقى؟ يعني حضرتك مثلا من الحاجات اللي انا اقول لك عليها، حضرتك ممكن تبقى محضر نفسك ان يبقى معاك حد ادنى 50,000 جنيه تشيلهم على جنب. ده ليه واحد يقول ايه ده ايه ده تمن ايه ده؟ لا يا فندم، ده المقدم اللي فات ده كان 50,000، فهو مش هيقل عن اللي فات، ممكن يزيد. فانت يكون معاك 50,000 جنيه دول شايلهم ايه؟ ما تروحش تحطهم لي في شهادات وتيجي تعيدها تقول يا نهار اسود طب انا اجيب منين؟ لا، انا بقول لك من دلوقتي احنا بنتكلم بقى شهر، اتنين، تلاته، 4 اشهر، متابعين الموضوع بشكل لحظي. فمش عايز حد يستعجل، مش عايز حد يبقى دايما كده يدفعوا رغبته الشديده في الحصول على شقه ان هو يتعرض لا قدر الله ان حد ممكن ينصب عليه، حد يمشيه في سكه غلط، حد يمشيه في سكه مش مظبوطه. لا معلش، تابعوني الفتره اللي جايه وانا صادق معاكم وامين معاكم، وبطلع اعمل لكم التوعيه والتوضيح ده لوجه الله. وطبعا لما ينزل الاعلان اللي عايز يستعين بينا هنحاول نقدم له الخدمات اللي احنا بنقدمها في الدعم والمساعده وكل الحاجات اللي احنا بنعرف نقدمها هنقدمها لكم. تابعونا الفتره اللي جايه لمصلحتكم وعشان خاطر يكونوا متابعين المعلومات الرسميه. والرسمي بنقول عليه رسمي، ان كان بقى ايجار تمليكي او غيره بنقول ايه؟ الرسمي. ومواعيد بدايه التقديم هي برضو مواعيد رسميه. فاتمنى الكل الفتره اللي جايه دي يتابعني، والكل الفتره اللي جايه دي اللي مش عامل متابعه واشتراك. لا، انا صدقني بتكلم في موضوعات كتير، ولكن مهم لو انت محتاج فعلا تحجز شقه، لا انت لازم تتابع الفتره اللي جايه دي ويعمل متابعه ويعمل اشتراك، وكل فيديو ينزل بنقول فيه حاجه مهمه. لان احنا ما عندناش الوقت الكامل ان احنا نقعد نصور وخلاص. لا، لما بنصور بنكون في حاجه مهمه زي النهارده كده طالعين ننبه على الناس، عشان مش اي كلام يطلع على النت الناس تجري وراه، وممكن الناس تتعرض لنصب والناس تتعرض ان يتاخد منها فلوس على الفاضي. لا، لسه التقديم الاصلي ما ابتداش، واول لما هيبتدي
انا هعلن عن الميعاد والاسعار والاماكن والشروط والاوراق، كل دول هيتعمل لهم حلقه مطوله ونشرحها ليكم. واتمنى يا رب كل اللي عايز شقه ياخد شقه، ونتمنى التوفيق ليكم كلكم، واشوفكم دايما على كل خير. شكرا لكم والى اللقاء.